انسوا بقى اي طريقة كبدة انتوا عملتوها قبل كده وركزوا معايا في طريقة الكبدة الحلوة دي. هتقدموها في سندوتشات، هتقدموها مع شوية مكرونة وتاكلوها بالهنا والشفا. بس في شوية تريكات لازم تعمليها في الاول، هتخلي طعم الكبدة في حتة تانية. واهم حاجة الكبدة يا جماعة ما بتتغسلش، الكبدة ما بتتغسلش. ناس كتير طبعا هتعرضني وتقول ازاي ما بتتغسلش، ده احنا بنجيبها من الجزار وكلها دم ومش عارف ايه وبلا بلا بلا. بص بصوا اللي في الكبدة ده عبارة عن ايه؟ دم. تمام. فاحنا لو رحنا غسلناها هتنزل دم تاني، هنغسلها تاني هتنزل دم، لو غسلتيها 100 مرة برضو هتنزل دم معاكي وهتنشر معاكي بكتيريا. وغير كده الزفارة هتزيد معاكي. لكن احنا لو حطيناها في الزيت على طول مباشرة مش هتحسي بزفارة، وفي نفس الوقت كده هنقتل البكتيريا. تمام. هنجيب اول حاجة طاسة فيها زيت غزير، واهم حاجة الزيت ده يكون سخن. اللي هتخلي بقى طعم الكبدة في حتة تانية وطعمه جميل، اول حاجة هتنزلي التتبيلة دي. التتبيلة دي عبارة عن ايه؟ توم وفلفل حامي وفلفل رومي وليمون وخل وملح وكمون. بس وهنضربهم في الكبة كويس وننعمهم. بعدين هننزل عليهم في الزيت السخن. تمام. هنشوحها كده يدوب حاجة بسيطة وننزل عليها بالكبدة. الكبدة ما تحركيهاش عشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها او الدم بتاعها في الزيت، فهتبقى عبارة عن ايه؟ عن دم. لا احنا هنسيبها اول ما تتشمع من تحت نقلبها. تمام. بس بعد ما نقعد نقلب فيها كويس هنحط عليها برضو شوية من التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها. البصل اللي حطيته ده اختياري، انا حبيت ان انا احط شوية بصل. بس عندك بقى فلفل الوان حطي، ما عندكيش حطي فلفل اخضر بس. بس هتقعدي تشوحي فيهم كويس على النار. بس انا حسيت ان هي محتاجة توابل، حطيت لها شوية كزبرة وكمون وملح ومعلقة خل. واول ما استوت قدمتها سندوتشات وجنبيها بقى شوية طحينة. لو مش حابين تاكلوها في سندوتشات عادي ممكن تعملوا جنبيها شوية مكرونة وتاكلوها. المهم نبقى صراحة كده، هتعملوها سندوتشات هتعملوها بمكرونة هتاكلوها على كده هتلقوا طعمها خطير. بس انتوا جربوا نفس الطريقة اللي انا عملتها دي والله هتعجبكم جدا. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك مطبخ اماني عابدين على اليوتيوب، والمتابعة اماني عابدين بالعربي على الفيسبوك. ولو الفيديو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.